تلك الاعتداءات والصمت الدولي ومناشدة العالم بضرورة الوقوف وقفة جدية صادقة أمام مسؤولياته وأمام ما يتعرض له شعبنا في شمال وشرق سوريا من اتفاقيات ومن إعطاء كل من روسيا وأمريكا الضوء الأخضر لتركيا لضرب البنى التحتية في شمال وشرق سوريا من أجل إفشال مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. طبعا أيضا لتتعرض تركيا في هذه الآونة لضائقة اقتصادية عملاقة تحاول تسطيرها إلى الخارج، فعملت عامدة إلى ضرب البنى التحتية في مناطقنا دون أو غير آبهة بما يتعرض له شعبنا من إبادة على يد تلك القوات. طبعا نناشد العالم مرة أخرى بضرورة التدخل لوقف تلك الاعتداءات الهمجية البربرية التي لن تؤدي بالنتيجة إلى أي نتيجة، فسنقوم بالمستقبل القريب بحرب ثورية ضد تلك الحكومة من أجل تحرير الأرض والإنسان مهما كلف الثمن، ولا نضحي بالشهداء وبدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل أن ينال شعبنا حريته وكرامته. لقد حاربنا الإرهاب بالنيابة عن العالم ولن نستسلم بشكل مفاجئ، وسنقوم بإثبات ذلك للعالم، وسنحارب جنبا إلى جنب بجميع مكونات شعبنا وفئاته من أجل تحرير الأرض والإنسان كما ذكرنا آنفا. سيستغرب العالم من المقاومة التي سيبدوها أبطالنا في شمال وشرق سوريا. عضو مجلس محلي، طبعا نحن أبناء هذه المنطقة شمال وشرق سوريا بكل مكونته من عرب وكرد وأرمن وشركس ندين الهجمات الإرهابية التركية على مناطق شمال وشرق سوريا. طبعا ليس بجديد علينا بالنسبة للأكذوبة التي جاءت بها تركيا وأردوغان ومرتزقته لمحاربة الإرهاب في هذه المنطقة، فكيف لدولة مثل تركيا تحارب الإرهاب فهي من ترعى وتدعم الإرهاب في هذه المنطقة؟ فتركيا تسعى وجاءت بأكذوبة على أنها تريد تحارب الإرهاب، فالدليل على ذلك فهي أكذوبة معروفة، هي جاءت لاحتلال هذه الأراضي لتحقيق مطامعها، والدليل على ذلك ضرب مخيم الهول التي تكمن فيها العوائل والتي تكمن فيه أيضا مرتزقة تركيا، فهي جاءت لهذه الضربة لتحرير مرتزقية في هذه المنطقة. نؤكد لتركيا نحن أبناء هذه المنطقة، نقف إلى جيشنا جيش شمال وشرق سوريا بكل مكوناته بكل أطيافه نساء ورجال، نقف مع جيشنا لصد هذا الاحتلال وهذا العدوان التركي على مناطقنا. فنرجع نقول لأردوغان مهما حاولت لضرب القوة الديمقراطية ووحدة الشعب في هذا الأراضي فلن تستطيع، فمقولتنا نحن نقول نموت أو ننتصر، ونحن أبناء هذه المنطقة بعزمنا وقوتنا مثل ما دحرنا الإرهاب في هذه المنطقة راح ندحر الاحتلال التركي والمرتزقة التركيين على هذه الأرض بجميع مكونات الشعب.